السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نكمل برمجة اللعبة. في الفيديو اللي فات احنا برمجنا البدل أو المضرب، وقلنا اللي احنا كنا عاوزين إن البدل أو المضرب يمشي يمين أو شمال. فقلنا طالما هو هيمشي يمين أو شمال بشكل أفقي، فبالتالي احنا عندنا أصلا كم محور؟ عندنا محورين: محور أفقي وهو الإكس، ومحور رأسي وهو الواي. فأنا لو أنا عاوزة يغير في الإكس أو إنه يمشي على الإكس، فبالتالي هو يغير في قيمة الإكس. طب انا عاوزه امشي يمين، فبالتالي ان الاكس هتروح ناحيه الموجب، هتزيد، فبالتالي هنا هغير في الاكس بايه؟ بقيمه موجبه. طب انا عاوزه يمشي ناحيه الشمال، فبالتالي ان الاكس هتروح ناحيه السالب، هتقل، فانا عاوزه اتغير ايه؟ بقيمه سالبه. فعملنا ايه؟ عملنا والله اني لما اضغط على الاسهم، انك بالنسبه مثلا للاسهم اللي هو ناحيه اليمين زود الاكس بمقدار 10، ولو ضغطت على الشمال فنقص الاكس بمقدار 10. فبالتالي ظهر عندنا الايه؟ الاكشن ده. خلينا نبرمج الكرة. احنا عاوزين الكرة تعمل ايه؟ احنا عاوزين الكرة تروح يمين وشمال وكده، زي البينج بونج اللي احنا عارفينه. طب اول حاجة نعمل ايه؟ عاوزينها تمشي. يبقى احنا نيجي هنا عند الموشنز، بس اول حاجة خالص نختار ايفنت زي ما احنا متعودين، ونيجي هنا عند الموشنز ونختار موف 10 ستيبس. تفتكروا ان كده صح؟ تعالوا نشوف انت متخيل ايه. انا متخيل دلوقتي لما اضغط على الجرين فلاج ان الكوره هتمشي 10 ستيبس بس. تعالوا نشوف كده. هي مش 10 ستيبس بس. طب سؤال، هل ده اللي انا عاوزه؟ لا، ده انا عاوزه تفضل شغاله ماشيه على طول. انا بقول تفضل شغاله، يبقى انا عاوز حاجه اسمها ايه؟ يبقى انا عاوز تبقى ريبيت. يبقى انا هستخدم الريبيت ستيتمنت اللي احنا خدناها. يبقى انا عاوز استخدم، احنا قلنا عندنا كام ريبيت ستيتمنت او عندنا كام لوب في السكراتش؟ قلنا ان احنا عندنا حاجتين: يا اما فور ايفر يا اما ريبيت. طب هو انا عاوز عدد معين من التكرار؟ لا، يبقى انا هستبعد الريبيت، يبقى فاضل عندي فور ايفر. يبقى الفور ايفر هو اللي هيفضل شغال طول ما اللعبه شغاله. هنيجي هنا عند فور ايفر ونحط جواها التن ستيبس. تتخيل ايه اللي هيحصل؟ لما هضغط هنا هلاقي ان هي هتمشي وتقف هنا. ايه ده؟ هي وقفت هنا ليه؟ احنا كنا شرحنا الحكايه دي قبل كده، وقلنا ان هي وقفت هنا لان ده اخر حدودها، وهي كام؟ الاكس عند 240. طب انا عاوزها لما تيجي هنا ترجع هنا تاني. لما تيجي هنا ترجع هنا تاني، هعمل كده ازاي؟ قال لي انا عندي هنا بلوكس، بس خلينا نخلي الاكس بزيرو والواي بزيرو عشان تبقى في النص. طيب، انا عندي هنا بلوكس برضو عند الموشنز اسمها ايه؟ اف اون ايدج باونس. يعني ايه؟ يعني هو لو لمس الايدج رجعه تاني مكان، يعني يرجعه كده. يبقى انا دلوقتي لما هرن المفروض اشوف ايه؟ المفروض ان انا اشوف ان الكرة بتروح يمين شمال يمين شمال يمين شمال وكده. خلينا كده نشوف. تمام. طب هو انا عاوز اصلا، هي الكرة اصلا بتتعمل كده؟ يعني هل لعبة البينج بونج بتبقى الكرة رايحة يمين وشمال يمين وشمال وخلاص؟ قال لا، ده الكورة بتغير الايه؟ الدايركشنز بتاعتها. بلاقي ان هي بتروح كده وتروح كده وتروح كده وتروح كده وتروح كده، صح؟ اه، يبقى انا عاوز اقول لها ابدأي من عند الاكس بزيرو والواي بزيرو وغيري الدايركشنز بتاعك. هعمل كده ازاي؟ يبقى طالما اقول لها ابدأي، يبقى انا عاوز اعمل الاكس والواي، اظبط الاكس والواي عن حاجة معينة، واللي هي جو تو. هنخلينا الاكس بزيرو والواي بزيرو. لو انا جيت وديت الكرة هنا وعملت رن، هلاقي ان الكرة وصلت هنا تاني. ركزوا معايا دلوقتي، الكرة هنا كده. لما هعمل رن ايه اللي هيحصل؟ هتيجي هنا في النص الاكس بزيرو واي بزيرو وتبدأ تشتغل. نركز كده مع بعض. طب عشان تبقى واضحة شوية، هي تحت خالص اهي. لما هرن اللي هيحصل هتوصل هنا وبعدين تعمل كده وكده. تعالي كده نشوف. ليه بقى عندك كده؟ لاني انا بقول للكود، احنا قلنا للكمبيوتر بيمشي على الكود حته حته. اول حاجه لما اضغط على الجرين فلاج، تمام، احنا ضغطنا عليه، روح عند الاكس بزيرو والواي بزيرو. فبالتالي هو جاب الايه؟ جاب الكوره في النص عند الاكس بزيرو والواي ايه؟ والواي بزيرو، وبدا ينفذ بقيه الكود. تمام. انا قلت انا عاوزاه يغير الدايركشنز بتاعته. طب هيغير الدايركشنز بتاعته ازاي؟ اصلا دي الدايركشن، شوف الدايركشن كده يا شباب. خلينا بس نجيب كائن تاني عشان ابين لكم الدايركشنز اكتر. وليكن مثلا السهم ده. السهم ده الدايركشنز بتاعه كام؟ 90. طب لو خليته كده هلاقي ان هو غير اتجاهه. طب خليته كده هتلاقي ان هو مثلا سالب 90. وليكن كده سالب 90.
نكتب -90. لكن لو عملت 90 هلاقي ان هو راح الناحية التانية. 90 بس من غير السالب. عاوز اقول ان الكوره، انا عاوز الكوره تغير اتجاهها، يعني مره ب 90، مره ب 91، مره 92، مره 93، مره وليكن مثلا 360، مره 180 وهكذا. هعمل كده ازاي؟ قال لي انت بتقول مره كذا ومره كذا، يبقى انت عاوز تمشي على ارقام راندوم. على ارقام راندوم يعني ايه؟ ارقام عشوائيه. طب انا هل في السكراتش حاجه بتخلي الارقام عندي راندوم او تخليني اعمل ارقام راندوم؟ قال لي اه. ايه هي؟ قال لي نيجي هنا عند الاوبريتور ونختار بيك راندوم. تمام. طب انا عاوز اخليها من 1 ل10. قال لي لا، ده انا عاوز اخليها من 1 ل 360. اشمعنى 360؟ لأن الدايرة الكاملة 360 درجة، عشان ألف ده دايرة كاملة تمام محتاج ألف 360 درجة. فأنا عاوزة أقول له إني مرة تبدأ من 90، وبعدين زود على 90 واحد، بعدين زود على 90 10، براحتك بقى يعني. زود أنت أرقام راندوم من واحد لكام؟ ل 360 اللي هي دايرة كاملة. فهنغير العشرة ونخليها 360. طب احنا نحط دي فين؟ قال لك بقى نيجي هنا عند الموشنز ونختار باوند ان دايركشن، يعني ابدأ من الدايركشنز كذا. لو احنا خليناها 90 كده مفيش حاجة تتغير، يعني خلينا كده نشوف. مفيش حاجة اتغيرت، هتروح يمين وشمال، هتروح يمين وشمال. لا، ده انا عاوزاها تبدأ من 90، بعدين تبدأ 91، بعدين 92 بشكل راندوم بقى. يبقى انا هحط الراندوم دي اللي هو بيك راندوم ده هنا. تعالي كده نشوف اللي هيحصل. مرة هتطلع فوق، مرة هتيجي من جنب، كل شوية بص هنا الدايركشنز كل شوية يتغير. مرة -11، مرة -169 وهكذا. تمام. مرة 12 وهكذا. يبقى أنا هي بتختار الدايركشنز إيه؟ راندوم. تمام. طب هو المفروض في البينج بوك لما تخبط في البادل أو المضرب ترد تاني، صح؟ يبقى هي مش بتعمل كده ليه؟ لأن احنا مبرمجناهاش. يبقى احنا عاوزين نبرمجها، نقول لها لو خبطتي في او لمستي البدل رجعي تاني. طالما قلت لو، يبقى انا بمشي في ايه؟ في جمل الشرط. يبقى انا عاوزه اقول لها لو الكرة لمست المضرب اعمل ايه؟ ترجع تاني، يعني تغير اتجاهها تاني. هنعمل كده ازاي؟ هنيجي هنا طبعا قلنا لو، يبقى احنا عاوزين ايه؟ عاوزين condition statement. هنعوز الاف. نقول لو لمست المضرب هنعمل كده ازاي؟ لينا sensing اللي هو الاحساس، ونيجي عند touching. طب هي هتلمس ايه؟ هتلمس البدن. تمام. طب انا عاوزاها لما تلمس البدل تعمل ايه؟ تريتيرن 180 درجة، يعني تغير اتجاهها كده. هنيجي هنا عند emotions ونختار turn 180. طب احنا هنحط بقى الاف فين؟ كده الاف هنا فوق مثلا، فوق الفوريفر، ولا جوه الفوريفر؟ انا عاوز البتاع ايه؟ عاوز البرنامج يتنفذ مره واحده ولا على طول؟ لا، ده انا عاوزه يتنفذ على طول. هعمل كده ازاي؟ يبقى لازم ادخله في الفوريفر. يبقى انا عاوز اقول له امشي 10 ستيبس، ولو لمست البدل غير اتجاهك وكمل اللعب. خلينا كده نشوف. خلينا كده نخليها تلمس البدل. شوفوا بتغير اتجاهها. آه لما تيجي كده، شوفوا لما تلمس البدل بتغير اتجاهها وتطلع لفوق. تمام. انا عاوز اعمل ايه تاني؟ انا عاوز اعمل تاني ان كل ما الكورة تلمس البدل تزيد، يبقى عندي سكور يزيد واحد. ولو ما لمستش البدل وقعت هنا مثلا اللعبة هتنتهي. وده ان شاء الله اللي هنبرمجه في الفيديو القادم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.